السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده هنكمل تالت حلقاتنا من سلسلة السيجنال اند سيستم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانالوج اند ديجيتال سيجنال. تمام. طيب الفرق ما بينهم ايه؟ ده تاني نوع من انواع التصنيفات اللي كنا مصنفين عليها السيجنال. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الكونتينوس والديسكريت. كان لازم بعدها على طول نجيب الانالوج والديجيتال. ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده في الكونتينوس، قلنا في الكونتينوس ايه؟ في الكونتينوس انه اللي عندي اللي بيفرق التايم دومين، صح؟ اللي هو المحور بتاع التايم. لو محور التايم بتاعك مستمر، يعني عند كل لحظة زمنية في قيمة للسيجنال، فكنا بنقول عليها ساعتها ان هي ايه؟ ان هي continuous. جميل قوي. طب دلوقتي لو انا مثلا عندي سيجنال بالشكل ده كده، حلو. السيجنال دي لو انا بص بقى، لو شايف احنا كنا قبل كده بنتكلم عن المحور اكس اكسس، لا دلوقتي هنتكلم عن المحور واي اكسس. بالنسبة للسيجنال حاجة بالشكل ده، الانترفال اللي فيها السيجنال في الفترة دي كده، هل في قيم infinite ولا infinite؟ لا، في قيم كتير جدا. يعني طول ما انت ماشي هنا كده في قيم عند كل لحظة زمنية. في قيم عند كل لحظة زمنية، هي continuous، لكنها برضو انالوج. ليه انالوج؟ السبب الوحيد ان هي انالوج ان عند في خلال المحور ده اللي هو محور الواي اكسس، تمام، في قيمة هنا وفي قيمة هنا وفي قيمة هنا وفي قيمة هنا وفي قيمة هنا. فبنقول ايه؟ infinite values. finite values بالنسبة لمحور الواي اكسس. تمام. طيب ده اللي كان يفرق كلمة انالوج عن كلمة continuous اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. طب بقى الانالوج والديجيتال الفرق بينهم ايه؟ ليه هنا قلنا انالوج وديجيتال وهناك قلنا continuous وديسكريت؟ هناك كنا بنفرق بالنسبة لمحور التايم، محور اللي هو ايه؟ محور الاكس اكسس. انما هنا هنفرق بالنسبة لمحور الواي اكسس. فهنا قلنا infinite values فهو يبقى انالوج بالنسبة للواي اكسس من هنا. كذلك الناحية التانية هنا لو في قيم محددة، يعني مثلا حاجة بالشكل ده كده، يعني حاجة على قد ما نقدر نقول ان هي حاجة بالشكل ده كده، هو continuous على التايم. تمام. في خلال الرينج ده، خلال الفترة اللي فيها السيجنال دي، هو عند كل لحظة زمنية في قيمة. لكنه بالنسبة للواي اكسس هي قيم محددة، صح؟ القيم دي بس، صح ولا غلطان؟ في هنا قيم محددة بالنسبة للمحور الواي اكسس. وبالتالي نقول على السيجنال دي اللي هي ايه؟ ان هي continuous بلس ان هي ديجيتال. تمام. ان الاصل فين؟ الديجيتال ولا انالوج؟ بقارن ما بينهم عن طريق محور مين؟ الواي اكسس، وليس محور الاكس اكسس. يعني مش محور التايم، محور مين؟ اللي هو ايه؟ القيم بتاعة السيجنال. تمام. اكس اوف تي هنا وهنا اكس اوف تي. تمام. طيب يبقى احنا كده فرقنا ما بين الاتنين دول بالنسبة لسواء انالوج ولا ديجيتال، وقلنا كمان ايه علاقتهم بالكونتينوس والديسكريت. تمام. طيب احنا عايزين ناخد بقى صور للسيجنال تكون انالوج. يعني مثلا لو قلنا مثلا ايه، عايزين حاجة تكون انالوج بلس ان هي تكون في نفس الوقت كونتينوس. هلاقي مثلا سيجنال زي السيجنال دي اللي هي السيجنال بتاعت الساين ويف. هي الساين ويف دي ما هي في نفس الوقت هي continuous. ليه؟ لان على التايم المحور بتاع التايم ده في قيم انفينيتي، عند كل لحظه زمنيه في قيم. تمام. وفي نفس الوقت في المحور بتاع الواي اكسس، عند في الانترفال ده هلاقي انه في قيم انفينيتي من القيم، قصدي انفينيتي من القيم موجود على الواي اكسس. تمام. فالسيجنال دي تعتبر ايه؟ تعتبر انالوج وفي نفس الوقت هي ايه؟ هي continuous. طيب عايزين ناخد مثلا حاجة تكون انالوج وفي نفس الوقت هي ايه؟ هي discrete. انالوج وفي نفس الوقت تكون discrete. حاجة زي ايه مثلا؟ حاجة انالوج، احنا قلنا انالوج اللي هو ايه؟ يكون بتاع بتاعنا ايه؟ فيه قيم انفينيتي عند مين؟ عند محور الواي اكسس. طيب لو انا خدت حاجة بالشكل ده كده، خلينا نرسمها بالاحمر احسن. يعني حاجة بالشكل ده كده مثلا، سيجنال عادية جدا ولكن حاجة بالشكل ده. طيب وقمت عامل ايه؟ عامل سامبلنج ليها زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، سامبلنج.
حاجه مثلا بالشكل ده كده مثلا يعني. طيب هلاقي ان السيجنال دي، السيجنال اللي احنا رسمناها دي، هي عند محور التايم هي معرفة فقط عند تايم معين، تايم محدد، تمام، فاينايت من الايه، فاينايت من التايم. وبالتالي عشان كده قلنا ان هي ديسكريت لانها معرفة عند تايم محدد فقط. التايم اللي في النص ده لا، هي مش معرفة في التايم اللي في النص ما بين كل ايه، ما بين كل تايم والتايم اللي بعده، تمام كده. طيب طب ليه هي انالوج؟ انالوج زي ما قلنا لسيادتك ان ايه، على محور الواي اكسس في قيم انفينيتي من القيم، الانفينيتي من القيم انا مش قادر ان انا احددها، تمام. طيب السيجنال دايما اللي بتكون انالوج وفي نفس الوقت ديسكريت بنقول عليها سيجنال معمول لها سامبلنج بدون without quantization. هنعرف يعني ايه quantization بس في الحلقات القادمة لما نيجي نشرح ال ADC ونشوف ازاي بيتم عملية السامبلينج وبعد كده بيتم عملية الكوانتايزيشن. كلمة ببساطة خالص عشان نوضح بس المعنى، سامبلينج ومش معمولها كوانتايزيشن. كوانتايزيشن كلمة كوانتايزيشن ان انا باجي على محور الواي اكسس ده وبعمل ليفلز، ليفل هنا وليفل هنا وليفل هنا وليفل هنا وليفل هنا، تمام. والليفلز ديك انا ببقى عارفها، يعني انا ببقى عارف الليفلز دي في الاخر في الرينج ده انا عندي مجموعة فاينايت من القيم، تمام. عمر ما يبقى في سيجنال لو مثلا في قيمة هنا، القيمة دي هي في النص ما بين الليفل ده والليفل ده، بتروح لا اما للليفل ده لا اما للليفل ده، في الاخر مش هيبقى في قيمة انا مش عارف، مش عارفها يعني. القيمة دي هتروح هنا او هنا في الاخر، تمام. وبالتالي كل القيم المتوقعة انا ببقى عارفها لان انا عارف الليفلز اللي عندي اصلا قيمهم ايه. وبالتالي ساعتها في الحالة دي انا كده عملت كوانتيزيشن. طب انا ما عملتش كوانتيزيشن، انا عملت سامبلنج بس، لا في الحالة دي بتبقى انالوج وفي نفس الوقت ديسكريت. لو عملت كوانتيزيشن لا، كلمة انالوج دي بقى بتحول لايه، ان هي بتكون مش انالوج بقى، بتكون ديجيتال. ديجيتال ليه؟ لان انا خلاص القيم اللي هنا على الواي اكسس دي انا بقيت عارفها خلاص، تمام كده، تمام. النوع التالت عندنا ان هي تكون ديجيتال و continuous. هل في حاجة ديجيتال وفي نفس الوقت continuous؟ اه طبعا. حاجة مثلا بالشكل ده كده اللي هي السكوير ويف. هو السكوير ويف دي هي عند التايم اكسس، هي عند كل لحظة هلاقي ايه، هلاقي قيمة للسيجنال، في حين ان بالنسبة للواي اكسس لا اما صفر لا اما واحد. فدي بالنسبة لي هي ايه، هي قيم محددة، مش فاينايت، مش انفاينايت من الفاليوز، لا هي فاينايت من الفاليوز، صفر او واحد، خلصت. فدي هي الديجيتال لكونها قيم محددة بالنسبة للواي اكسس، لكنها كونتينيوس عشان هي قيم مش محددة عند كل لحظة زمنية هلاقي ليه قيمة للسيجنال، عشان كده هي كونتينيوس في التايم، تمام. رقم 4 ان هي تكون ديجيتال وفي نفس الوقت ايه، في نفس الوقت discrete. دي بقى اللي هي ايه، معمولها سامبلنج، سيجنال معمولها سامبلنج بلس ان هي ايه، معمولها كوانتايزيشن. زي دي كده بالظبط، احنا عملنا هنا عملنا هنا كوانتايزيشن، بعد ما عملنا سامبلنج عملنا كوانتايزيشن، حطينا الليفل بتاعتنا وقربنا القيم بتاعه السامبلنج بتاعتنا الى ان هي تكون في اي ليفل من الليفل اللي انا عارفها دي، فاصبحت ليفل ايه، ليفل محدده، تمام. طيب كده احنا خلصنا شرح الانالوج والديجيتال، وعرفنا الفرق ما بين انالوج والديجيتال، وكمان عرفنا ايه علاقتهم بالكونتينيوس والديسكريت، وشفنا امثله على كل من النوعين مع بعض.